السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هنكمل كورس تعليم كتابة حروف اللغة الانجليزية، لكن هنشرح بالعربي. اهلا بكم في قناة مس ارو، ودايما بنأكد ان الافضل نتعلمها باللغة الانجليزية، ولكن الطريقة دي نقدر نستخدمها لو في اي صعوبة مع الطفل او الشخص اللي بيتعلم مش قادر يعرفها او يستوعبها بالانجليزي. فيلا نبدأ معانا، وعندنا حروف الاس وحرف التي. نبدأ بحرف الاس كابيتال بكل بساطة. هنقول له هو شبه الثعبان بالظبط، لان حرف الاس بداية كلمة سنيك. سنيك اللي هو الثعبان. خلاص، فهنقول له ان الكابيتال اس شبه الثعبان، حركة الثعبان بالشكل ده. تاني شبه حركة الثعبان، ادي النقطة بتاعتنا، وادي الثعبان بيتحرك بالشكل ده. تمام. طب السمول اس بكل بساطة هنقول برضو ان هي شبه الثعبان الصغير، ثعبان صغير. يبقى الكابيتال اس هنقول ثعبان كبير بيتحرك، والسمول اس ثعبان صغير بيتحرك، والاس السمول اس دايما ما بين السطرين دول. طيب نيجي لحرف التي بكل بساطة. هنقول كابيتال انزل لحد السطر وفوقيها شرطة. تاني انزل لحد السطر وفوقيها شرطة. طب السمول تي بكل بساطة نقول انزل لحد السطر وشرطة نايمة. تاني انزل لحد السطر وشرطة نايمة. انزل لحد السطر وشرطة نايمة. ودي كانت حلقتنا النهاردة. لو عجبتكم لايك وشير واشتراك. اي سؤال سيبوه في كومنتات. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.